أسيوط محافظة في صعيد مصر، مشهورة بتاريخها الكبير. بس في مكان هناك الناس كلها بتتجنب تذكر اسمه بعد الساعة 12 بالليل، المقابر القديمة اللي تحت الجبل. الناس في أسيوط بيقولوا إن المنطقة دي مش عادية، وإن في حراس من عالم تاني بيحرسوا المكان من أي حد غريب يدخل. الموضوع مش إشاعة، من سنين في شهود من الأهالي قالوا إنهم بيشوفوا أنوار بتتحرك بين القبور كأن في حد ماشي بلمبة، لكن لما بيقربوا النور بيختفي فجأة. وفي تسجيلات صوتية اتصورت هناك فعلا فيها همسات وكلمات مش مفهومة خالص. العمال اللي بيشتغلوا في الجبانة قالوا كلام مرعب، بيقولوا إن في أصوات نقر من تحت الأرض بعد الدفن، وإنهم ساعات بيلاقوا القبور مفتوحة الصبح من غير أي أثر كسر. واحد من العمال اتقال إنه ساب الشغل بعد ما شاف ظل طويل بيعدي ورا المقبرة وكان المكان فاضي تماما. في شيخ هناك، أحد الشيوخ المعروفين في المنطقة، قال في اللقاء إذاعي زمان إن المقابر دي فيها طاقة غير طبيعية، وإن فعلا في ناس اتعرضت لمس بعد ما دخلوا يصوروا أو يستهزئوا بالمكان. وفي حالة مشهورة، البنت راحت تصور فيديو بالليل ورجعت البيت تعبانة جدا، وكانت بتصرخ طول الليل بتقول سيبوني أنا مشيت في طريقهم. لكن في تفسير تاني بيحاول العلماء يقدموه، بيقولوا إن بعض المقابر القديمة بتنتج غازات زي الفوسفين، والغاز ده بينور لو اتفاعل مع الهواء، وده ممكن يفسر الأنوار اللي الناس بتشوفها. بس السؤال، الغاز ممكن يفسر النور، إنما إزاي يفسر الأصوات والظلال اللي بتتحرك؟ في تقارير بتقول إن الشرطة في أسيوط منعت الدخول المقبرة دي لفترة معينة بعد الساعة 12 بالليل، وده بعد سلسلة بلاغات عن أصوات غريبة وشكاوي من السكان القريبين. اللي عايشوا هناك بيقولوا إن الجن في المقابر دي ما بيتهاجموش، لكن بيحذروا، وأي حد بيتجاوز أو يستهزأ بيتعاقب. في معتقد قديم بيقول إن الجن في أسيوط بيتجمع عند المقابر لأنها على بوابة تقية بتربط بين عالمنا وعالمهم. في النهاية محدش قدر يفسر اللي بيحصل هناك فعلا، بس المؤكد لو رحت هناك بالليل مش هتفضل لوحدك.